الحقيقة كانت أبشع مما يتخيل. وبعد التحقيق أحمد حاول ينكر، بس الضغط كان كبير جدا والصورة في دماغه فضحته. انهار وقال أيوة أنا اللي عملت كده، اعترف بكل التفاصيل ومن أول لحظة الخلاف مع أبوه لحد ما دفنهم كلهم. الضباط وقفوا في صمت، مش عارفين، مش مصدقين إن اللي قدامهم ده مهندس ومتعلم، مش بلطجي، مش مجرم، مش أي حاجة من دي. ده كان شاب كان ممكن يعيش ملك، لكنه اختار يكون شيطان. والقضية دي خدت وقت طويل جدا في التحقيقات. الناس كلها كانت مستنية الحكم، وفي 23 أكتوبر 2025 يعني الموضوع كله من 5 أيام اتقال القرار اللي محدش قدر يسمعه من غير ما يحس بوجع. الشاب اللي بدأ بمهندس اتحول لمجرم، نهايته كانت العدالة وخلاص خد جزاته والقانون خد مجراه. وهنا يبقى السؤال، هو التعليم فعلا بيهذب ولا الضمير لو مات مفيش حاجة تقدر ترجعه؟ القصة دي كانت أكبر من مجرد جريمة، دي رسالة لكل واحد نسي إن أبوه أو أمه هم البركة الوحيدة اللي ما تتعوضش في البيت ويمكن في العالم كله. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وكده نكون خلصنا، والسلام.